السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ موضوع مهم جدا للمحلات والشركات وأي حد بيبيع أي حاجة سواء منتج أو خدمة. وسيلة التواصل زي السوشيال ميديا، الفيسبوك، الواتساب، الانستجرام، أي حاجة من دول. ده مش اوبشن إنك أنت ترد عليه أو ما تردش. يعني ما دام عملته لازم تلتزم بانك ترد عليه، لان فكره ان حد يبعت لك على السوشيال ميديا دي يسالك على برودكت معين او سيرفيس معينه وانت ما تردش، ده كأن واحد راح محل بيبيع حاجه ولقى المحل مفتوح بس الباب السكريت مقفول ومفيش حد جوه. هي دي بالظبط. فده بيوقعك. اولا بيخليك في حته الريسبونسفنس اللي هي اهم محددات او اهم الدايمنشنز بتاعه تقديم المنتج او الخدمه. فكره سرعه الاستجابه، استجابتي للعميل بسرعه، ان انا سواء ارد عليه بسرعه، سواء احل له مشكله بسرعه، سواء ابيع له منتج بسرعه، اوفر له احتياجاته بسرعه. بتخليك انك انت لما ما بتردش على الحاجات دي ان انت بتقع في حته الريسبونسفنس دي. يعني بمثال بسيط جدا حصل معايا انا اكتر من مره. انا هفترض ان انت واحد قررت تشتري ايفون 16 برو ماكس، وبعدين لقيت مثال عملي بقى اهو، لقيت في السوق 1000 واحد بيبيعوا. فلترت الدنيا ووصلت لأعلى جودة وأقل سعر وأفضل حاجة، لقيت فيه خمسة. خلاص انت قررت الخمسة دول الكبار المحترمين اللي انا واثق في الجود ويل بتاعتهم، واثق في السمعة بتاعتهم، هشتري من واحد منهم. انا خدت قرار الشراء وهشتري من واحد من الخمسة. خلاص طيب، لما انا خدت القرار ده انا بدأت ابعت للخمسة على الواتساب مثلا او على الفيسبوك مثلا. في اربعه منهم ما ردوش عليا، او في واحد منهم رد عليا قبل الاربعه. انا خلاص انا خدت القرار ونفذت مع اللي رد عليا اسرع. هتقول لي يعني انت هتشتري من اللي هيرد اسرع؟ هقول لك ما انا واخد قراري بقالي كام يوم وبفلتر الدنيا، وانا واقفه معايا على ان اختار واحد من الخمسه. خلاص الخمسه قريبين في السعر، الخمسه قريبين في السمعه، الخمسه زي بعض في اي حاجه. رد على الواتساب بسرعه، رد على الفيسبوك بسرعه، ممكن ده يكون سبب في بيعه اسرع من غيرك. لان الناس اللي ما بتردش على الحاجات ده فعلا الناس بتشمئز منهم. واخيرا عايز اقول لك ان انت ممكن تفتكر ان هو يعني العميل هيشتري ايفون هيتواصل على الواتساب. والله العظيم ثلاثة، كلنا كده، كلنا كده. هتطلب البيتزاية من محل البيتزا اللي انت عارفه عن طريق الواتساب اسرع، ما انت عارف انت هتاكل ايه وبكام وهيجيبها لك امتى. ايه اللي هيخليني اقعد اتصل بيه؟ وايه اللي يعني الايام دي غير زمان، خلاص الناس بقت بتمل من اي حاجه. فاسرع حاجه بتستخدمها، انا مشغول وفي اجتماع ومش عارف ايه، هبعت واتساب هو الايفون ده بكام، على ما يردوا عليا اكون انا جمعت فكره انا هجيب من مين. يعني خليك دايما سريع في الرد على وسائل السوشيال ميديا، لان دي احدى التشانلز اللي انت عاملها للوصول ليك. ما تتاخرش في ده عشان ما تقعش في الريسبونسفنس اللي هو من اهم الدايمنشنز او المحددات بتاعه انك تقدم منتج او انك انت تقدم خدمه. حاجه بسيطه جدا بس ممكن تفرق معاك في سمعتك عند العميل وفي المبيعات طبعا وفي الايرادات وفي الارباح وفي كل حاجه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.